طيب، فدلوقتي احنا اتكلمنا في ايه؟ عندنا كده الايرور بتاعنا هيبقى عندنا جزئين. عندنا الميس كلاسيفيكيشن ايرور او كلاسيفيكيشن ايرور وات ايفر، ممكن تسميه الاثنين يعني. الميس كلاسيفيكيشن ايرور بلس اللي احنا هنسميه المارجن ايرور. اوكي. طيب، عايزين نديفاين التو ايرورز دول عشان برضو نأكد على المعلومة، عشان محدش يكون متلخبط. let's say again عندنا شوية نقط عاملة كده، اوكي، وشوية نقط عاملة كده، وعندنا اللاين عامل كده اهوت مثلا. طبعا مش لاين اوي يعني، بس انتوا فاهمين الفكرة. والمارجن بتاعه احنا عايزينه يبقى مثلا عامل كده مثلا يعني. اوكي. ايه بالنسبه لنا هنا هيبقى الميس كلاسيفيكيشن ايرور؟ الميس كلاسيفيكيشن ايرور اللي احنا المفروض نبقى فاهمينه من قبل كده، خلينا نعملها بالاحمر عشان هو ده اللون اللي فوق. ميس كلاسيفيكيشن ايرور هي النقط اللي هي على الناحيه الغلط اللي احنا متعودين عليه. فمثلا احنا لو على اللاين ده المفروض بيقسم الناحيتين احمر وازرق، دي غلطه ودي غلطه ودي غلطه ودي غلطه. مظبوط. دي النقط اللي هي الناحيه الغلط. حلو. ده كده المسجين ايرور اللي احنا متعودين عليه. هنزود عليه بقى نقطه كمان، النقطه اللي جوه المارجن. اي نقطه جوه المارجن برضو غلط يعني. دي رغم ان هي على الناحيه الصح، ولكن هي برضو بنعتبرها غلط عشان هي جوه المارجن، ودي برضو جوه المارجن دي غلط برضو. دول كده بيكونوا الكلاسيفيكيشن، الميس كلاسيفيكيشن ايرور بتاعنا، او كلاسيفيكيشن ايرور وات ايفر يعني. المارجن ايرور بقى هو رقم بيعبر عن الحجم بتاع المارجن ده. فاحنا عايزين الرقم ده، يعني لما المارجن يكبر الايرور يقل and vice versa يعني. فكده عندنا ايرور بيتحكم في حجم المارجن، وايرور بيتحكم في النقط اللي ميس كلاسيفايد والنقط اللي جوه الرينج بتاع المارجن. ده كده الايرور فانكشن بتاعتنا اللي احنا بنشتغل بيها جوه عشان نترين الاس في ام.